بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة أخبار العالم. لدينا اليوم إن شاء الله تعالى معلومات مهمة جدا في نشرتنا الرياضية، ولهذا هذا الفيديو مخصص لمحبين الشأن الرياضي. إليكم عناوين نشرة أخبارنا لهذا اليوم. في خبرنا الأول من قناة الحرة الأمريكية: بعدما فعل المستحيل، ميسي يحصل على لقب جديد. ولدينا الخبر الثاني من قناة CNN بالعربي: الاتحاد القطري يعلن إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش وتعيين ماركيز لوبيز. وخبرنا الثالث لهذا اليوم من قناة CNN بالعربي، هذا الخبر لمحبي كرة الجولف. لاعبة الجولف الكورية جين يونغ كو تتحدث عن أسباب نجاحها الكبير. وفي خبرنا الرابع والأخير لهذا اليوم من قناة الحرة الأمريكية: مدرب الهلال يكشف سبب استبدال ياسين بونو في لقاء ناساجي الإيراني. أهلا بكم مرة أخرى. من العناوين إلى التفاصيل. في خبرنا الأول من قناة الحرة الأمريكية: بعدما فعل المستحيل، ميسي يحصل على لقب جديد. حصل ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني على لقب أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة تايم بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة، معززا رقمه القياسي ومساعدته في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة بانتقاله إلى إنتر ميامي. ولعب ميسي دورا محوريا في قيادة الأرجنتين للفوز بلقبها الأول في كأس العالم منذ 36 عاما، حين تغلبت على فرنسا حاملة اللقب في النهائي في ديسمبر كانون الأول العام الماضي. وأنهالت العروض على اللاعب البالغ من العمر 36 عاما عندما غادر باريس سان جيرمان في وقت سابق هذا العام، لكنه فضل الانتقال لإنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، رغم تقارير عن احتمال عودته لفريقه السابق برشلونة أو الانضمام للدوري السعودي للمحترفين في صفقة سخية. وقال ميسي لمجلة تايم: في الحقيقة ولحسن الحظ كان لدي الكثير من العروض المثيرة للاهتمام المطروحة على الطاولة، وكان علي تحليلها والتفكير فيها وحتى مناقشتها مع عائلتي قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي. وترك ميسي تأثيرا فوريا في انتر ميامي، حيث ساعده على الفوز بكأس الدوري الأمريكي المكسيكي، وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق. كما أثار وصول النجم الأرجنتيني للولايات المتحدة ضجة كبيرة خارج الملعب، لترتفع نسبة مشاهدة المباريات ومبيعات التذاكر وقمصان انتر ميامي. وكتبت مجلة تايم: فعل ميسي ما كان يبدو مستحيلا بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة عاشقة لكرة القدم. ولدينا الخبر الثاني من قناة CNN بالعربي: الاتحاد القطري يعلن إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش وتعيين ماركيز لوبيز. أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء إنهاء التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش بالاتفاق بين الطرفين. وأصدر الاتحاد القطري بيانا رسميا حمل الإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 70 عاما، معربا عن شكره له على المرحلة التي قضاها مع منتخب العنابي. وتولى كيروش تدريب منتخب قطر بعد نهائيات كأس العالم 2022، وقاده لتحقيق نتائج إيجابية في مباريات ودية ورسمية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، قبل أن يكشف الاتحاد القطري عن مفاجأة حملت مغادرة المدرب. وكلف الاتحاد القطري الإسباني ماركيز لوبيز بالمهام التدريبية للمنتخب الوطني خلفا لكارلوس كيروش على أن يشرف على الفريق خلال نهائيات بطولة القارة الصفراء لعام 2023
المقرر إقامتها بين شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط المقبلين. وكان ماركيز لوبيز مسؤولا عن تدريب نادي الوكرة القطري قبل أن يتم الاستعانة بخدماته لقيادة منتخب العنابي. إذا كنتم مستمرون معنا في الاستماع لنشرة أخبارنا اليومية لهذا اليوم فشكرا لكم. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك، الإعجاب، التعليق، المشاركة، والمتابعة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى من فيديوهاتنا القادمة. لدينا الخبر الثالث لمحبي الجولف من CNN بالعربي. لاعبة الجولف الكورية جين يونغ كو تتحدث عن أسباب نجاحها الكبير للسيدات في كوريا الجنوبية على مدار العقد الماضي. هي الفائزة مرتين ببطولة KLPGA، إحدى أكبر النجمات التي تخرجن من جولة كبرى. جين يونغ كو وتعتبر كو من جيل اللاعبات الكوريات التي تأثرن بالفوز الذي حققته سي ري باك ببطولة كبرى في عام 1998، فهل لعب ذلك دورا مهما في نجاح اللاعبات الكوريات الشابات باعتقادها. ولدينا الخبر الرابع والأخير من قناة الحرة الأمريكية. مدرب الهلال يكشف سبب استبدال ياسين بونو في لقاء ناساجي الإيراني. كشف المدرب البرتغالي لفريق الهلال السعودي جابرييل جيسوس سبب استبدال حارس مرمى الفريق الدولي المغربي ياسين بونو خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ناساجي مازندران الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد مساء الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وفي الشوط الثاني من المباراة أراح مدرب الهلال ياسين بونو لشعوره ببعض الآلام وأدخل حبيب الوطيان بديلا له بالدقيقة 46 من عمر اللقاء. وكشف مدرب الهلال أن الحارس ياسين بونو شعر في نهاية الشوط الأول بآلام عضلية بسيطة، مضيفا لذلك فضلت ألا أغامر به واستبدلته بين شوطي اللقاء وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأكد الهلال السعودي عن جدارة صدارته للمجموعة الرابع بفوزه الخامس على حساب ضيفه الإيراني بهدفين للبرازيلي ميشيل ديليغادو في الدقيقة الرابعة وسالم الدوسري في الدقيقة 54 مقابل هدف لمحمود قائد رحمتي في الدقيقة 78 وفقا لوكالة فرانس بريس. وجاء الشوط الأول لصالح الهلال الذي افتتح التسجيل باكرا عبر ديليغادو بتسديدة من كرة تلقاها عرضيا من محمد البريك تصدى لها في الدقيقة الرابعة المدافع وحيد زادة من داخل المرمى فاحتسبها الحكم هدفا. ولم يهدأ الهلال وانفرد عبد الله الحمدان بالمرمى لكنه سدد في يدي حارس الفريق الإيراني حسين خاطر التي تدخل على دفعتين لإنقاذ فريقه في الدقيقة 28. وواصل الهلال أفضليته وتلقى سالم الدوسري كرة من عبد الله الحمدان مواجها المرمى فسددها على يسار الحارس حسين خاطر في الدقيقة 54. وبهذا الإنجاز يتأهل إلى ربع النهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني. وتابع أبارك لنادي الهلال السعودي الفوز، لقد استحق الانتصار. الهلال متفوق آسيويا ومحليا ونفخر اليوم أننا واجهنا فريق مدجج بالنجوم. وفي المقابل قال مدرب ناساجي مازندران مهدي رحمتي واجهنا أفضل فريق في آسيا، حاولنا الظهور بأفضل صورة ممكنة وكنا الند بالند أمامه وقدم لاعبو فريقي أداء رائعا وأمامنا الكثير لنقدمه. شكرا لكم على استماعكم لنشرة أخبارنا الرياضية لهذا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك، الإعجاب، التعليق، المشاركة والمتابعة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله من فيديوهاتنا القادمة. شكرا لكم ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.